بره 12 سنه، 10 سنين بمزاجي وسنتين في انجلترا غصب عني. لو انا عايز اسافر كنت سافرت ايام المخلوع، ايام ما كان حد يسلم عليا كان بيعاقب انه يسلم عليا من النظام السابق. انا عمري ما اسيب مصر. ازيك يا حبيبي؟ سلامتك. ربنا يخليك. ممدوح حبسه من خميس. طب دكتور ممدوح الخطوه اللي حضرتك ممدوح حبسه وطن اصيل. الله يخليك. اهلا، ازيك؟ ازاي الحال؟ ربنا يخليك. اهلا وسهلا. ايوه يا فندم. ايه؟ يعني رد فعل حضرتك او الخطوه اللي حضرتك ناوي تتخذها تجاه هذه الاحداث؟ التركيز على الوحده الوطنيه وتحديد العدو. عدو الثورة هو عدو مصر، وهذا أساسا مخطط من الخارج. أنا بقولها للمرة المليون إنها مخطط صهيو أمريكي، كتبته في الجرايد وقلته في الأحاديث وكتبته في بياناتي. يجب أن نحصر ولا تختصر الثورة في هتاف أو اتنين. يجب أن نحدد أن هناك تحالف ما بين الخارج إن كان غرب ولا شرق بمعاونة الأجهزة الحساسة زي الموساد وزي المخابرات، ويعاونهم من فقدوا السلطة ومن فقدوا سيطرتهم على المجتمع المصري، سارقي مصر. هذا هو التحالف الذي يجب أن نقف ضده وليس شيء آخر. شايف التهم اكتر من مره، يعني شايف مصير مصر رايح على فين دلوقتي؟ وتحب تقول ايه لشبابك من المؤيدين؟ انا بقول للشباب وهقول دايما نتحد لتحقيق اهداف الثوره ولا ننجذب خلف فتن. هل تقولي لي الاعتداء على امين فتوح كان اعتداء على احد المرشحين؟ لا. الاعتداء في بورسعيد هناك طار بايت بين المشاهدين وجهه؟ لا. ده إحداث فتنة، علينا أن نتأكد. لقد أشرت في يوم من الأيام أن هناك منظمة دولية صهيونية تعمل لخراب مصر، وقد بدأت في يوم من الأيام من سنة 2009 باجتذاب بعض الشباب المصري النزيه الذي كان لا يعلم ما خلف هذا للتدريب في كوزوفو، وإن هذه المنظمة هي التي تخطط للاغتيالات الآن بناء على بعض الشرفاء الذين ذهبوا إلى كوسوفو بحسن نية، وسوف نعلن عن هذا قريبا. تحية لأهالي المريض، أول المناضلين ضد الاستبداد. النوبة بتحييك يا دكتور. يلا على العربيات. يلا على العربيات. النوبة بس الأول. النوبة بتحييك يا دكتور. على الأتوبيسات يا شباب وراه. داوود وسع النبي، وسع. اطلع يا شباب، اوعى يا شباب، وسع يا شباب. وسع يا عم محمد. انا ما امشيش لوحدي. اوعى ما تمشيش لوحدك. ما نمشيش لوحده، نمشي بالعربيات وراه. وسط الاتوبيسات يا ابني. وسط الاتوبيسات. اول سنه في الساعه. وين